السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة نجوم ومشاهير. المرجو الاشتراك والضغط على جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. فنان أخفاهم المرض عن الأنظار. نخليكم مع التفاصيل. تعيش مجموعة من الفنانين المغاربة من جيل الرواد أزمات صحية صعبة جعلتهم من المسنين بعدما كان وضعهم الصحي سببا وراء غيابهم عن الأضواء. تعددت حالات سقوط فنانين مغاربة ضحية أمراض مزمنة أقعدت بعضهم في الفراش. نذكر منهم الممثلة عائشة مهماه التي أبعدها المرض عن الساحة الفنية إذ اكتفت بمتابعة أخبار هذا المجال من بعيد. ومن أبرز الفنانين الذين ما زالوا يعانون من ويلات الأمراض المزمنة نجد الممثل عبد القادر موطا الذي غاب عن الأضواء بسبب أزمته الصحية وفقدانه للبصر إذ اكتفى بحضور بعض التظاهرات الفنية والمهرجانات التي تحتفي به. ويتساءل الجمهور المغربي باستمرار عن وضع الفنانة نعيمة سميح بعد غيابها لأزيد من 6 سنوات، حيث لم تعد تشارك في حفلات الغناء ولم تصدر عملا جديدا، بل غابت عن الإذاعة والتلفزيون والصحافة بشكل عام. وسبق لابن نعيمة سميح أن أكد في تصريحات سابقة أن والدته تركت عالم الغناء ولن تعود إليه من جديد، بل إنها قررت عدم الظهور. ويعتبر الممثل ميلود الحباشي من الفنانين الذين أبعدهم المرض عن الساحة الفنية، حيث سبق أن تعرض لأزمة قلبية السنة الفارطة عجلت بدخوله إلى المستشفى. واشتهر الحباشي الذي يحظى بشعبية كبيرة عند المغاربة بعمله رفقة الفنان طيب الصديقي ومصطفى الداسوكين في عدة أعمال مسرحية وتلفزية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساونيش من لايكات ديالكم فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء إلى فيديو قادم.